طول الوقت بنقابل النموذج اللي هو خايف من الفشل. بس يا ترى هل قابلنا الشخص اللي عنده خوف من النجاح؟ بالظبط، هي الجملة كده، خوف من النجاح. يا ترى ايه أسباب الخوف من النجاح؟ هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. أنا داليا وهبي وانتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. أسباب الخوف من النجاح هي أسباب كتيرة مختلفة ومتغيرة من شخص للتاني. في ناس بتخاف من ان هي تنجح، وفي ناس ما بتخافش طبعا وبتاخد الخطوات وهي قلبها جامد. خلونا نتكلم على ايه هي اسباب الخوف من النجاح. خوف الانسان من المسؤولية بيخليه يخاف من النجاح، لان النجاح هيفرض عليه مسؤولية جديدة، التزامات جديدة. ممكن الشخص اصلا يكون مش مستعد ان هو يتقبل الالتزامات دي او يزود مسؤولياته، فده بيخليه عنده شوية توتر كده من انه ينجح او يغير اتجاهاته. سبب تاني بيخلي ان احنا عندنا خوف من النجاح، الخوف من التغيير. والكلام ده ممكن يبقى من الشخص نفسه او من الاشخاص اللي حواليه. يعني ايه خوف من التغيير؟ النجاح دايما بيرتبط بتغييرات، التغييرات دي يا اما بتبقى تغييرات في الحياة الشخصية او في العملية. يعني الشخص بيخاف ان هو يتغير، رتم حياته يختلف، دايرة علاقاته تختلف، وبالتالي فجأة يلاقي نفسه مش قادر يتكيف على الكلام دوت. فبالتالي ده بيزرع عنده خوف من النجاح، بيخليه يشد الفرامل وما ياخدش الخطوة. الخوف من الفشل هو سبب من أسباب الخوف من النجاح. هي جملة معقدة شوية، بس احنا دايما بنقول انه علشان ننجح ممكن يكون الموضوع سهل. الصعب هو ان احنا نحافظ على النجاح، وهو ده الخوف من الفشل. الانسان لما بيفكر ان انا احتمال ما اقدرش احافظ على اللي انا وصلت له ده النهارده، فهو بيخاف من انه يفشل. ده هيخليه يقلق جدا، وهيخليه ما يقدرش اصلا يحقق اللي المفروض يحققه. سبب تاني بيكون الخوف من النجاح هو الخوف من الانتقادات والانتقام من الناس. ده كمان بيكون خوف من النجاح، لان دايما اللي بيدخل على طريق النجاح، البعض منهم يعني بيكون عنده الفكرة ان هو هيبقى ايه، هدف سهل بقى ان الناس تنتقده. بص ده لابس ازاي، بص ده بيتكلم ازاي، ده فاضي قوي، ده مش عارف ايه، ده عامل ايه. وهو ده طبيعة الحال يعني. كمان بيخاف من انه حد ينتقم منه، يعرضه لمواقف سيئة. في بعض الاشخاص كمان بتكون خايفة ان هي تبقى هدف سهل قوي للغيرة والحسد. الأشخاص اللي ما عندهاش ثقة في نفسها، الناس دي بيكون عندها خوف شديد جدا من النجاح، لأنه هو ببساطة مش مقدر نفسه، مش متخيل ان هو يستاهل النجاح ده، وبالتالي ما بيوصلوش وما بياخدوش، لأنه هو خلاص عمل الحاجز بينه وبينه. وبنى خوف شديد من النجاح ده بسبب ان هو أصلا عنده انعدام ثقة في نفسه. الماضي دايما برغم انتهائه إلا إن هو ليه تأثير، لازم يكون له تأثير في الحاضر وفي المستقبل بتاعنا. بس الصح إن احنا نتعلم نطوعه ونستفيد منه. تجارب السابقة القديمة السلبية بيكون ليها دور كبير في ان احنا دايما نخاف من النجاح. يعني لو عدينا على موقف او تحدي معين وطلعنا منه بنتيجة مش مظبوطة او مش زي ما احنا حبيناها، بمعنى اصح فشلت المحاولة في الماضي، فده هيخلي دايما عندنا خوف من ان احنا نكررها كمان مرة، مع ان هو الحل سهل جدا يعني. الضغط الاجتماعي اللي ممكن الناس تتعرض له لما تدخل على أبواب النجاح، هو ده كمان سبب من أسباب الخوف من النجاح. لأن إحنا بنتحط بقى في توقعات الآخرين، الناس بتبقى مستنية من الشخص الناجح ده رد فعل معين، تصرف معين، كلمة معينة. طبعا إحنا حوالينا نماذج كتيرة، في أحداث معينة بنستنى من الشخص دوت إن هو يقول كذا أو يعمل كذا. ده ضغط اجتماعي، بعض الاشخاص مش بتكون جاهزة للضغط الاجتماعي ده وما تقدرش كمان تتحمله، وبالتالي هو ده بيخليهم اصلا عندهم خوف من النجاح. الخوف من النجاح له اسباب كتيرة جدا، بس الحلو ان احنا نقدر نتغلب على الاسباب دي. ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية.